السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي. ان شاء الله النهارده فيديو جديد مختلف شوية. ايه ده، انت جايبه لنا دول نعمل بهم ايه؟ هقول لكم والله كان في اخت ليا يعني انا حبيت ان انا ارد على الفيديو يا حبيبه قلبي، ارد على الكومنت اللي انت كنت كاتباه يا حبيبتي. بتقول لي فيا ام معتصم اللي هو اللي بتاع الدهون، اللي هو تاتش، هو حلو فعلا زي ما بيقولوا ولا لا؟ انا حبيت ان انا ارد عليك واقول لك والله العظيم انا ما اعرفش اذا كان هو فعلا حلو زي ما بيقولوا ولا لا. انا فعلا دورت عليه بس ما لقيتوش في المحافظه اللي انا كنت موجوده فيها. تمام. بس اللي انا بستخدمه هو باور وسترز، انما التاتش انا اتمنى ان انا الاقيه، لانه فعلا هما بيقولوا وانا شفنا على يعني اعلانات ليه عليها على النت ان هو فعلا حلو قوي وجميل جدا. فبجد انا سألت عليه والله العظيم انا ما اعرفش، ما لقيتوش موجود في محافظتي. بس هنا الباور ده كويس، بس مشكلته هو بيزيل الدهون، بس مش زي ما كانوا بيورونا في الاعلانات على تاتش. تمام. بس ده كمان تاخدي بالك منه من حاجه، لو حطيتيه على حاجه ستانلس او اي حاجه وسبتيه فتره طويله بي بيغير لون الاستانلس مثلا او لون الحاجه اللي انت فيها. طب الستر ده هو كويس، يعني هو درجه فعاليته اقل شويه من الباور، لان الباور زي ما قلت لك بياكل في اي حاجه. يعني مثلا لو حيطه مثلا مدهونه ورشيت عليها مثلا من الدهون في المطبخ فبيوقع لك لون الدهان، يعني علشان انا بفصل لك اكتر. انما ده حنين شويه وحلو شويه، يعني انا بستخدمه مثلا في ستانلس في اي حاجه كويس. بس انا قلت لك ان باور اشد منه، ولو سبتيه وقت طويل بياكل لك في الحاجه. تمام. اتمنى يا رب ان انت تكوني استفدتي وكونوا فهمت قصدي وكون وضحت لك في الفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم.